ليه جيل التسعينات حاسس انه عاش 70 سنه مع انه لسه في الثلاثينات من عمره؟ ليه احنا الجيل الوحيد اللي عاش تقريبا حرب الخليج وهو صغير، ثوره وهو شاب، وباء عالمي وهو كبير، وثوره التكنولوجيا غيرت العالم كله، ودينا داخلين على حرب عالميه ثالثه؟ ربنا يسترها علينا. يعني احنا جيل لا عاش طفوله ولا لحق يعيش شباب، وشكلنا كمان مش هنعيش الشيخوخه. احنا جيل بدأ حياته بشريط كاسيت ودلوقتي بيستخدم الذكاء الاصطناعي. احنا اخر جيل تقريبا عاش طفوله حلوه من لعب كرة في الشارع، فرجة على كرتون، اغاني رشا رزق زي الصياد، اغاني بوكيمون، الأغنية طبعًا اللي نيّمت جيل كامل متنكد عليه زي أنا وأخي، وخلّتنا نشيل هَم إخواتنا من وإحنا لسه عيال صغيرين. هل إحنا جيل منحوس والّا جيل الدنيا اختارته إن هو يعيش كل حاجة؟ أنا إسلام سلمان وده برنامج ما فيش موضوع. لو الدنيا مضايقاك اقعد، إحنا كلنا قاعدين برضه. خلّينا كده نرجع شوية، لو أنت مولود في التسعينات تقريبًا كده طفولتك كانت بسيطة بشكل غريب، ما كانش في ولا موبايل ولا إنترنت سريع ولا يوتيوب، كان في كرتون دايمًا الساعة 17:00 سواء بوكيمون أو أبطال الديجيتال، وكان في شعور جميل كده إن أنت قاعد مستني حاجة طول اليوم. زمان على أيامنا ما كانش الكرتون متاح طول الوقت، كان لازم تستنى الميعاد اللي بيتعرض فيه على التلفزيون، مش زي دلوقتي ممكن تخش على نتفليكس أو تخش على اليوتيوب وتجيب الحلقة اللي أنت عايزها، ولو اتأخرت وراحت عليك الحلقة خلاص كده راحت عليك، استنى الحلقة الجاية الأسبوع اللي بعده. الجيل الجديد اللي إحنا فيه ده اللي هو أساتذة الجين زي، لو الإنترنت وقف دقيقة يقول لك الحياة انتهت، إنما إحنا على أيامنا لو كانت فاتتك حلقة كنا بنقول خلاص هنشوفها في بداية الحلقة اللي بعدها. جيل التسعينات كان عنده نظام اقتصادي واضح للألعاب، في طبقات، لو عادي بتلعب أتاري، لو غني شوية بتجيب سيجا، إنما لو أنت غني قوي بتجيب بلاي ستيشن 1، لحد ما ظهر الكمبيوتر ودخل بيوتنا كلها، وبقينا كلنا في الأغلب بنلعب على الكمبيوتر لما بنرجع من المدرسة ونعمل الواجب. امك كانت بتسيبك تلعب ساعه واحده كده على الكمبيوتر، وفي الاغلب كان كلنا بنلعب كل نفس الالعاب من فيفا، كابتن كلو، طرزان او جي تي اي. فيفا دي اللي انت لو تفتكر كنت بتشوط الكرة من نص الملعب تجيبها جون. الجيل الجديد اساتذه الجين زي ما يعرفوش يعني ايه اصلا شريط كاسيت ولا انك تعرف تلفه بقلم. احنا كنا مهندسين صيانه لشرايط الكاسيت، ولا كان في شريط يعرف يستعصي علينا مهما قدم او كان جديد. جيل التسعينات تقريبا اخر جيل عاش طفوله في الشارع، من كرة في الحاره، استغمايه، عسكر وحراميه، لعبه الاولى. طبعًا أساتذة Gen Z ولا هيعرفوا إيه الأولى دي أصلًا، وكان في قانون واحد بس، صاحب الكورة هو بيتحكم في كل حاجة، هو الحكم، هو اللي بيلعب، ولو زعل أو حد زعّله أو خرّجه من الملعب بياخد الكورة ويمشي واللعب كله بيتلغي وكل واحد بيطلع على بيته. زمان القنوات كانت قليلة، القناة الأولى، التانية، الفضائية المصرية، القناة اللي كانت بتجيب كرتون ده كان بالنسبة لنا كنز، وكنا بنقعد عليها نستناها أيًا كان الوقت اللي هييجي فيه الكرتون اللي إحنا عايزينه. وكان في كده قناة مجهولة على التلفزيون المصري اسمها نايل TV، كان كل الناس اللي فيها بيتكلموا إنجليزي بشكل مريب، بيخلّوك أصلًا تحس إن القناة دي مهجورة كده، ما حدش بيحب يتفرّج عليها أصلًا. لا لا لا. Parce que je ne sais Oh, pas ta mon télévision. travail. Tu me réponds. Et tu veux que je te réponde quoi? Toi, tu n'es pas reconnaissant. Reconnaissance sur Toi, tu n'es pas toi-même. reconnaissant. Reconnaissance sur Toi, toi-même. tu n'es pas bien. Non mais arrête. Tu n'es pas Est-ce bien. que je t'ai demandé de استغفر faire الله mon travail? العظيم. Oui, c'est ce qui fait que ده ايه؟ tu n'es pas reconnaissant. ده ايه Toi, ده؟ tu n'es أمّا المصيف بالنسبة لجيل التسعينات كانت أحلى أيام، كانت العيلة كلّها تطلع متجمّعين، يطلعوا على البحر، كان الناس كلّها بتنزل مع بعض، ننزل البحر سوا، أمك وخالاتك وجدتك يعملوا الأكل، وإن إحنا نقعد ناكل على البحر مع بعض. ما كانش في بقى الساحل الطيب، الساحل الشرير، الأماكن اللي الناس بتروحها دلوقتي. وفي الآخر خالص بعد أمّا نخلّص البحر كلّنا، نطلع نلاقي الوجبة الرسمية لأي عيلة مصرية اللي هي المكرونة والبانيه. بعد كده بنقعد نستحمى كلنا حموم جماعي في الأغلب، كون خالاتك أو أمك تقعدك كلكم في الحمام كده وتقف تحميكوا كلكم مع بعض عشان ننجز وقت. بالليل كنت تنزل شارع خالد بن الوليد تأجر عجل تحت الشاليه، كان أيام حلوة وكنا بنتبسط بالحاجات دي جدًا، لا حد كان بيدوّر على nights بالليل ولا reservation ولا حفلات ولا بوب وكوب وكانتالوب. بعد كده دخلنا في الألفينات والدنيا كلها بدأت تتغير، ظهرت الفضائيات، ظهر الإنترنت، بس الإنترنت وقتها كان تجربة مرعبة جدًا. الإنترنت زمان كان اسمه dial up اللي هو كان 0 3 سبعات 5000، أكيد كلنا هنفتكره. زيرو ثلاث سبعات 5000 ياهو هي دي السرعة يا سلام 0 3 سبعات 5000 0 3 سبعات 5000. ولما كنت بتيجي تشغله اكنك بتتكلم مع قمر صناعي، اكيد كلنا فاكرين الصوت اللي كان بيطلع ده. وساعتها كنت بتاخد وصلة النت من الفيشه بتاعه التليفون الارضي، وكانت امك تخش عليك تقول لك انت كده قاطع التليفون عليا ومش عارف ارغي مع خالتك. جيل التسعينات الجيل اللي حضر التليفون وهو بيتحول من 3310 نوكيا لحد الايفون 17 اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا حضرنا الموبايل من الاخر وهو لسه بيتولد. الجيل بتاعنا زمان لما كان بيجي يبعت رساله اس ام اس كان بيحسب بالحرف، عشان خاطر لو زود عدد الحروف بتتحسب برسالتين،
وكان ساعتها اصلا الرساله نفسها غاليه جدا، ولو حد اتصل كنا بنرن على بعض، والغني مننا جدا اللي كان بيقول لك افتح عليا وما تقلقش. انما دلوقتي بقت الناس بتبعت فويس نوتس بالخمس دقايق ولا بيهمها، وانت مطلوب منك انك تقعد تسمعها، يعني ما تكلمني يا عم اسهل. وبعد كده حصلت حاجه غيرت حياه الجيل ده كله، ثورة 25 يناير. جيل التسعينات وقتها كنت بتتكلم ان احنا كنا 18 19 او 20 سنة، يعني اول مرة بنفهم يعني ايه سياسة كانت وسط الثورة. تخيل كده الموقف، انت لسه بتتعلم يعني ايه حكومة والحكومة كلها تيجي تتشال، لسه بتتعلم يعني ايه اقتصاد والاقتصاد كله بيتقلب. جيل الثمانينات دخل الجامعة في بلد مستقرة نسبيا، انما جيل التسعينات دخل الجامعة والبلد بتتغير كل يوم. جيل التسعينات كمان هو اول جيل يعيش التحول الكامل للسوشيال ميديا. احنا بدأناها بام اس ان، ياهو ماسنجر، المنتديات والاي بادي، انما دلوقتي احنا بنتكلم في فيسبوك، تويتر، انستجرام وتيك توك. قبل السوشيال ميديا الانسان كان عنده حياه واحده، انما دلوقتي الانسان بيبقى عنده حياتين، حياته الحقيقيه والحياه الرقميه. واوقات كتير بتبقى الحياه الرقميه قويه جدا. زمان لما كنت تبقى زعلان كنت ترفع سماعه التليفون وتكلم صاحبك، سواء من التليفون الارضي او لو انت معاك موبايل بتكلمه على الموبايل. انما دلوقتي بتقوم منزل ستوري وتكتب فيها مش كل الناس اللي بتضحك سعيده. انا مش مظبوط، انا مش عارف انا بعمل ايه يا محني. وبعد كده دخلنا في سنة 2020 الكورونا والعالم كله وقف. الجيل ده كان دخل في الثلاثينات، يعني شغل ومسؤولية ومستقبل وهم كبير، وفجأة كده كل حاجة تتقفل. جيل التسعينات ده عاش انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، الكورونا، يعني احنا كده مناعة بشرية ماشية على الأرض. إنما إخواتنا جيل الثمانينات كبروا في حياة مستقرة نسبيا، وظيفة واضحة، حياة مستقرة نسبيا. انما جيل التسعينات كبر في عالم بيتغير كل 5 سنين حرفيا. يعني مثلا زمان كنت تدخل كلية تجارة تطلع تشتغل محاسب، انما دلوقتي انت ممكن تبقى كرييتر، ستريمر، صانع محتوى، فود بلوجر، انا مش عارف ليه ماسك في فود بلوجر كل حلقة مع بعض، او مدير سوشيال ميديا للقطط. ابوك كان عنده حلم واحد، ان هو يبقى في وظيفه حكوميه، انما انت عندك 3 كارير و2 ازمه وجوديه وامراض ما يعلم بها الا ربنا. لكن رغم كل ده جيل التسعينات عنده ميزه قويه جدا اللي هي المرونه. احنا الجيل الوحيد تقريبا اللي يقدر يعيش بين عالمين، نقدر نفهم الجيل بتاع ابائنا وفي نفس الوقت نقدر نفهم الجيل بتاع التيك توك، الجين زي. ممكن يكون احنا جيل الدنيا لعبت معاه كتير، لكن برضو احنا الجيل الوحيد اللي اتعلم يكيف مع كل حاجه. سؤال، لو انت من جيل التسعينات اكتب لي كده في الكومنتات ايه اكتر حاجه حسيتك ان الدنيا اتغيرت فجاه. ولو الحلقه عجبتك اعمل حالا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، وخش يعمل لنا فولو على انستجرام عشان خاطر يوصلك كل حاجه هننزلها اول باول. كنت معاكم انا اسلام سلمان، وده برنامج مفيش موضوع. سلام عليكم.